الاخوان اليوم غنهضر لكم الاخوان على باش تقدر تنجح في الديجيتال ماركتينغ. خصك تكون كتقن واحد الحاجه مزيان. غادي هاد الحاجه هادي ان شاء الله غادي نشوفكم اول حاجه الدروب شيبينغ. الاخوان شنو هو الدروب شيبينغ الاخوان؟ باش تعرفوا الفلوس اللي كاينه بصح اون جينيرال في الديجيتال. في الدروب شيبينغ مثلا، الدروب شيبينغ شنو هو؟ الدروب شيبينغ قلنا فيه ثلاثه ديال العناصر. عندك ثلاثه ديال الاطراف. الطرف الاولاني اللي هو مول السلعه مثلا على اكسبريس، الطرف الثاني هو انت، والطرف الثالث هو الكليان. مزيان. انت ملي كتجي شنو كتعمل؟ كتهز مثلا شي برودوي كاين في علي اكسبريس داير مثلا 10 دولار ولا 20 دولار، هو نيتو كنهز نفس البرودوي، كنعمل واحد كرياتيف، كنبدل فيه شي حاجه وكننزلو عندي في الستور ديالي مثلا ب 40 دولار وكنطلق بيبليسيتي. فملي كيجي شي واحد كيشري من عندي ديك البرودوي ب 40 دولار، انا كيخلصني، انا كنمشي كنشري له من عند السيد اللي كيبيع السلعه. فلاحظ معايا الاخوان هنايا شكون اللي رابح؟ اول حاجه رابح مول السلعه، ورابح كذلك المسوق او لا الدروب شيبر. الدروب شيبر هو كيكون في الوسط، انا بالنسبه لي كنسميه مسوق ماركتر. مزيان، هذا هو كيكون رابح. داكوغ. حاجه اخرى عاوتاني كاين حتى واحد الحاجه الاخوان في السيرفيس. مثلا انا في فايفر كنعرف نتقن واحد اللوغو ولا شي حاجه، فكننزل كننزل لوغو. مزيان. فملي كننزل مثلا كنكري لوغو ب 5 دولار، كيجي شي واحد شنو كيعمل؟ كيخلصني 5 دولار، انا كاع عدل له اللوغو ديالو. كاين عاوتاني كذلك كيتسمى واحد الحاجه كتسمى دروب سيرفيس. كيجي عاوتاني ماركتر في الوسط، شنو كيعمل؟ الخدمه ديال الماركتر انه كيجي حتى هو كيلونسي نفس الخدمه نفس السيرفيس، كيبدل على الطريقه. اخر عامل لوغو ب 5 دولار، الاخر كيدير لوغو ب 20 دولار. مزيان. ملي كيجي الكليان كيشري من عندي انا اللي عملت لوغو ب 20 دولار، كيخلصني انا عاوتاني كنمشي نخلص ديك اللي كيبيع اللوغو ب 5 دولار. انا ما كنعرف نعمل والو، انا كنعرف نعمل علم ماركتينغ. مزيان. اوكي. فانا لاحظ معايا شكون اللي رابح؟ رابح اللي كيصنع اللوغو، وكذلك رابح مول الماركتر ولا الدروب اللي كيعمل دروب سيرفيس. مزيان. ولكن شكون اللي رابح اكثر؟ واش اللي كيعمل لوغو ب 5 دولار وضارب تماره ومجهود وكيدي 5 دولار، اولا اللي خدم الماركتينغ في الوسط وكيدي 15 دولار؟ دونك باينه ان المسوق ولا الماركتر هو اللي كيربح بزاف. نفس الحاجه عاوتاني في دروب شيبينغ. واش اللي كيصنع السلعه ويبيعها ب 10 دولار، اولا اللي كيسوقها وكيبيعها ب 30 دولار؟ داكو. دونك لاحظتوا الاخوان؟ دونك الاخوان باختصار، الفلوس بصح في الديجيتال ماركتينغ هي في الماركتينغ، ماشي انك تصنع وتضرب تماره وكذا كذا، لا. اولا تقدم خدمات وكذا، كتقدم كنهضرش على الخدمات ديال الاس ام ام هذوك بوحدهم. يعني الربح في كاين بصح هو في البيع والشراء في شي حاجه انت اللي ما كتعمل فيها والو، ما عاد تصنعها بيدك، ما عاد دير لك وقتك، ما حتى حاجه. داكوغ. دونك هنا في كاين الربح. دونك الماركتينغ الاخوان هو الاساس. السؤال اللي عندي هو شنو اللي خلى ديك السيد اللي في فايفر مثلا يجي يشري من عندي انا لوغو ب 20 دولار وما يمشيش يشري لوغو ب 5 دولار؟ الطريقه ديال الماركتينغ، الطريقه ديال التسويق. داكو. انا كتبت واحد كوبي رايتينغ مزيون مقنع، عملت شي فيديوهات وشي تصاور واعرين، فبالتالي الكليان ارتاح لي انا يشري من عندي وما ارتاحش لديك اللي ب 5 دولار. حيت هذيك اللي ب 5 دولار علاش مركز؟ ما مركزش على الماركتينغ، وانما مركز انه يتقن الخدمه ديالو. ولكن انا خصني ديك الخدمه المتقونه خصني نشوفها بعيني، خص الكليان يشوف الخدمه المتقونه بعينه، عاد يقدر انه يزعم وينزل معاك فلوس. سامعش الاخوان؟ دونك هذه الحاجه المهمه الاخوان. دونك اي واحد باغي يبدا في الاي كوميرس، النصيحه اللي كنعطيه هي انه يبدا يبداش كيقولوا له يتعلم الماركتينغ مزيان، يتقن التسويق مزيان. التسويق الاخوان هو الاساس ديال كل شيء. عاد ديك الساعه ان شاء الله بغيتي تطور، ولكن الاساس ديال النجاح ديال جميع المشاريع اللي كاينين في الديجيتال هما التسويق، يعني انك تخدم الماركتينغ. داكور الاخوان؟ مزيان. حاجه اخرى الاخوان، الاغلبيه ديال الناس كيبقى يقول لك انا باغي نبدا وما عرفتش كيفاش نبدا، منين نبدا وكيفاش الى اخره. النصيحه اللي نعطيها لاي واحد الاخوان ولكم كاملين هي انك تبدا باش ما كان. الحاجه اللي قادر تبدا بها بدا بها، اي حاجه. داكو. الحاجه اللي عندك ابدا بها. مثلا كنت كنعرف واحد السيد شنو كان باغي يبدا شين في يوتيوب وكذا، فيديوهات الى اخره. بدا سيدي لا عندك تليفون مزيان تبدا به، لا ما عندهاش بالتليفون. شنو غنعمل؟ غنمشي نشري كاميرا. اوكي، مشى هز فلوس مشى شرا كاميرا. مزيان. موراها شنو غتعمل؟ بدا بكاميرا. لا بلاتي كاميرا ما قنعتنيش، خصني الضوء. مشى شرا السوفت بوكس والضوء الى اخره. مزيان. مثلا ديك الشيء، لا باقي خصني ميكروفون باش على الصوت، هاد الميكرو. لا باقي خصني شي بيسي مزيان باش نمونطي به، زاد بيسي. داكو. بقى جيب حتى وصل تقريبا شي 8 ديال المليون ولا 7 المليون غير الماتيريال ديال السطوك.
داكوغ ديال السيت اب. مزيان كل مره كيدوز من حدا ديك ديك الماتيريال. اوكي اول حاجه بدا كيصنع فيديوهات، كيصنع شحال ضرب فيه، ضرب 15 فيديو واقيلا تقريبا فايت يلاه فات شي 15 فيديو، جبر المردوديه قليله والوقت اللي كتجي فيه ديك المردوديه طويل بزاف. داكوغ فجبر راسو فشل. فملي فشل كل مره كيدوز من حدا ديك البيسي وديك السيت اب كيبزق عليه. علاش؟ قوه العصب اللي كاين. داكوغ علاش هادشي اللي خلاه يتراجع؟ حيت نورمالمون ديك 15 فيديو كون كان صورو معاه بالتليفون ديالو وخرج منهم واحد النتيجه مزيانه ووصل لشي حاجه مزيانه بديك التليفون، هذيك 15 فيديو غادي يبان له واحد النتائج اللي بحال قلت يحس براسو رباح، يحس براسو فاز، يجبر راسو شنو كيقولوا، يجبر راسو جاب نتائج عيب التليفون، وغيكون راضي على راسو كون انه عمل شي حاجه اللي كبيره. ولكن ملي هو جاب بيسي وجاب السيت اب كامل وكذا، فالمردوديه ديال هادشي شنو؟ المردوديه ديال هادشي انه كان يوصل ل 100,000 ابوني وديك، ولكن لا، فحتى يوصل ديك 100,000 ابوني عادي يكون راضي على راسو، ولكن شي خصو النفس الطاوي. لذلك الاخوان المهم كنتمنى تكونوا فهمتوني. لذلك الاخوان اي واحد باغي يبدا بشي حاجه بسيطه باش المردوديه كتكون صغيره. حنا كنعرفوا ان اي واحد بدا شي مشروع فاين فوق بدا المشروع راه كطيح. الا كانت البديه عاليه راه الطيحه كتكون كبيره، الا كانت البديه صغيره فراه الطيحه كتكون صغيره وكتطلع كيبقى يبان لك النتائج. يعني مثلا لا استثمرتي 5000 درهم ولا 4000 درهم مثلا في الاي كوميرس، فراه من بعد واحد 20 يوم ولا شهر غتبقى يبان لك، كتبقى تحصد، غتبقى يبان لك النتائج. كنهضر على المبتدئين. ولكن لا استثمرتي 10 ديال المليون، شحال خصك باش ترجع لك النتائج؟ خصك 3 شهور، تقدر توصل حتى 4 شهور، على حسب انت وكيفاش كتخدم. تقدر تخسر الى اخره، سو غادي تفشل وغادي عجب راسك خدمتي شهر شهرين 3 شهور ما كتدخل والو، اولا داكشي اللي كتدخلو بسيط وديك يعني ديك الشيء اللعب كبير عليك غتحس بديك الشيء قاصح. لذلك النصيحه اللي كنعطيها لاي واحد الاخوان، بدا صغير حتى تعرف القوالب ديال الدومين وتحفظ فيسبوك ات وتحفظ التيك توك ات وتعرف المعامله مع الكليان والمعامله مع الجماله والسلعه والكاليتي الى اخره، تتقن ديك الشيء كامل. الساعه حتى لا استثمرتي تكون انت عارف راسك علاش كتستثمر. اما اللي جا مع 10 مليون حتى يمشي ينزل كامل في الاي كوميرس لا سامارش. ودائما كنبداو باقل حاجه، ما خصنيش نبدا بورد بريس، انا ما نبداش بستور ديفلوبي ستور، لا انا سيدي غادي نبدا بيوكان، نبدا بشوبيفاي، نبدا بستورين، ونبدا باي موقع اي بلاتفورم كانت اللي غادي تفك لي الخدمه ديالي باقل ثمن ممكن. علاش؟ باش ما ننزلش فلوس، حيت الفلوس عندي الربح اني نطلق لهم بيبليسيتي ونجيب بهم السلعه على انني نخسرهم شي حاجه اللي زايده. هو كاين يوكان سامح. دونك هذه النصيحه اللي كنعطيها لاي واحد الاخوان، ملي بدا صغير. وكذلك على زعما نفس الحاجه كيكون الراجل عمره مثلا 40 عام كيشبر 5000 درهم في الشركه، كيبدا يخدم الاي كوميرس، الشهر الاولاني كيربح 1000، الشهر الثاني كيربح 800، الشهر الثالث كيربح 500، واحد الساعه كيلاشي كيقول لك صافي هادشي تخربيق، انا نبقى محمق راسي الليل كامل على 500 درهم ولا 1000 درهم. داكو لا، راه في الشهر الاولاني 1000، الشهر الثاني تقدر تخسر، راه دا بيع وشرا، الشهر الثالث تقدر يحصل فيك سطو وتجبر راسك مشكل. دونك خصو يكون عندك النفس طويل ويكون كتصبر مزيان. الشهر السادس تربح مليون شويه، هذاك الشيء يغطي لك حتى يفوز الصالير اللي كتاخذ او لا يوازيه. من بعد يبقى يتضرب فيه في 3، يتضرب فيه في 4، واحد الساعه تخلى على الخدمه ديالك وتبقى خدام في الاي كوميرس. سامارش. دونك هادشي الاخوان هي الطريقه ديال الخدمه اللي كنشوف اي واحد خصو يبدا بها، يعني احسن تبدا بها باش تنجح، حيت خصك النجاح راه ماشي النجاح يكون زعما صافي خصني نعمل، لا، راه خصك تكون انت متيق هذا الشيء وخصك تامن. داكوغ خصك عيصله مثلا، عيصله مثلا كنتي خصك مثلا تصلي او شي حاجه كنتي كتصلي وانت ما اش كيقولوا يعني ما مامنش وما عرفتش وما متيقش هذا الشيء، كتصلي كتولي كتلعب. داكوغ. ولكن ملي كتكون انت مامن ومتيق فبالتالي كتصلي وكتخشع. نفس الحاجه تخيل معايا كنت انت ماشي تسخر، ماشي تشري على شي حاجه وما متاكدش انك باغي اش كيقولوا له، ما متاكدش انك باغي ديك الشيء وما مقتنعش بديك الشيء اللي ماشي انت تشريه، فراه كون على يقين ملي غادي تمشي للسوق راه الا ما جبرتيهاش في المحل الاولاني غتعكاز تبقى الدور، تعكز مره تبقى الدور.
داكوغ. دونك لذلك خصك تكون متيق انك ان شاء الله غادي تنجح، وانك غادي تضرب تماره وغادي تخدم باش توصل ان شاء الله يا ربي. وهذه هي النصيحه اللي كنعطيها لاي واحد الاخوان، اي واحد باغي ينجح يصبر ويضرب تماره ويامن ويبدا باقل اي حاجه ممكنه. لا تبقى تسنى الظروف، تسنى شي حاجه تعوض، تسنى شي حاجه تريقل، راه حتى حاجه ما كتكون مريقله. وعمر شي ظرف مزيان غادي يجيك، كون على يقين، هذا يقطع ياسك منه. عمرك غادي تقول وصافي حتى تريقل، حتى تقاد، حتى لا ما تقادش. خصك انت اللي تقاد باي حاجه عندك، من بعد ان شاء الله كتولي انت كتحكم في اي حاجه انت باغي. واحد السؤال، شحال ديال راس المال اللي نقدر يسرى نقدر نبدا به؟ داكوغ الاخوان، سو من ناحيه راس المال انا قلت لك بدا باش ما كان، بدا باي حاجه عندك. راه كاين اللي عاد تجي عنده يقولوا راس المال، يقول لك خصك راس المال واحد 30,000 درهم او خصك 20,000 درهم. انا الاخوان كنشوف باللي راس المال تقدر تبدا باي حاجه عندك. طبعا بحال ما تكونش طايحه، خصك فلوس ديال الدومين او كان كل شيء، قول واحد 150 درهم الماكسيموم، مزيان. خصك كذلك الفلوس ديال الادس، قول واحد 1000 درهم ولا 1500، عاد تبقى ترجع لك النتيجه هذه ديال الادس. عاد من بعد ملي تجيب مبيعات عاد كتمشي كتشري السلعه، مزيان. دونك نقدر نقول لك انا واحد الشيعة 3000 درهم راه كافياك، 2500 راه كافياك. وواحد الحاجه اخرى، كل ما كنتي قاري على الاي كوميرس مزيان وعارف القوالب ديالو مزيان، كل ما غادي تحتاج منك راس المال اقل باش تنجح. علاش؟ حيت لما كنتيش كتعرف بزاف ديال الحوايج في الاي كوميرس وفي فيسبوك الى اخره، غادي تحتاج منك فلوس باش تتعلمها، وديك فلوس هما اللي ما عندكش وانت بادي، مزيان. ولكن الا كنتي انت قاري على داك الشيء مزيان وعارف داك الشيء، فالفلوس ما غاديش يضيعوا في الخوا الخاوي، مزيان الاخوان. دونك هذه هي النصيحه اللي كنعطيها لاي واحد قبل ما تبدا الاي كوميرس. قرا عليه مزيان المزيان. الاي كوميرس راه ماشي صعيب، الاي كوميرس راه ساهل. قرا عليه مزيان 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 مزيان، حفظه مزيان، ما تخلي حتى حاجه ما تفرجتي فيها، ما تخلي حتى لايف ديالو ما تفرجتي، ما تخلي حتى فيديو، كلشي شتي. واخا يبان لك شي واحد في عمره 5 سنين 6 سنين كيشرح الاي كوميرس، تفرج فيه شوف شنو كيقول، استافد من اي واحد كاين. داكوغ. دونك هذه هي النصيحه اللي كنعطيها الاخوان كذلك لاي واحد، وهذا هو الجواب ديال السؤال ديالك اختي يسرى، مزيان. دونك قلت لكم الاخوان، اي واحد باغي يبدا باش ما كان عنده، يبدا باي حاجه عنده، ما يبقاش يتسنى الظروف اللي غادي تبدا، ما يتسناش شي حاجه بيرفكت اللي غادي تخليه يبدا، ما يتسناش شي حاجه زعما تتقاد ولا تتعوض ولا كذا باش نبدا. لا، الحاجه اللي عندك بدا بها. باغي تبدا شي في يوتيوب، شبر التليفون ديالك شنو ما كان عندك بدا به. داكوغ. دونك اي حاجه بدا بها. ابتسام اكدي لافاك، وي لافاك جبرتينا هنايا شي شغل. مسخوط. داكوغ الاخوان. دونك الاخوان كنتمنى تكون هذه الفكره وصلت. اللي عنده شي سؤال شي استفسار يقدر يسول، مرحبا به.
قبل ما نساليو هذا اللايف هذا. والاخوان كذلك اللي عنده شي مشكل في فيسبوك ادز او عنده مشكل في انستغرام ادز وما عرفش يعاونوا ولا شي حاجه، فمرحبا به الاخوان، يصيفط لي في انستغرام انا نحل له المشكل ديالو، فهمتي؟ لله في سبيل الله، ما خصنا حتى حاجه. داكو دونك الاخوان وصلنا للنهايه ديال اللايف، كنتمنى تكونوا استفدتوا. هذا اللايف هذا راه يبقى مسجل، يبقى مسجل. لا جاوبنا اخي. شنو هو السؤال ديالك اخي؟ والله ما رديت له البال. مروان سول اخي مروان، مرحبا بك. غادي يبقى اللايف مسجل هنايا في انستغرام، اللي بغى يرجع له يتفرج فيه ولا شي حاجه ان شاء الله يهبي. داكور الاخوان، دونك الاخوان وصلنا للنهايه ديال اللايف، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. ما تنساوش الاخوان اللي بغى ينجح راه كيضرب تماره، واللي بغاها سهله راه كتمشي سهله، واللي جات بالزربه راه كتمشي بالزربه، واللي وحاجه اخرى عاوتاني اللي جاب بالحرام راه دغيا كيمشي. هذيك دونك الاخوان وصلنا للنهايه ديال اللايف، دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.